أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحبة الأكارم، وصل بنا الكلام إلى الموضوع الثاني من مواضيع قواعد اللغة العربية، ألا وهو أبواب الأفعال الثلاثية. تكلمنا في درسنا السابق عن الميزان الصرفي وفصلنا القول فيه، واليوم ننتقل إلى موضوع صرفي آخر، وهو أبواب الأفعال. بداية، ما هي أبواب الأفعال؟ كيف وضعت هذه الأبواب؟ من أين جاء علماء اللغة العربية بهذا الموضوع؟ معلومات عامة، يعني مقدمة حتى تتضح الفكرة لديكم. علماء اللغة أرادوا أن يجمعوا الأفعال المتكونة من 3 أحرف بمجموعة من الأبواب حتى يسهل الطريق للدارس. يعني كيف يسهل الطريق؟ يعني الآن الدارس يريد أن يعرف الباء أو فعل مثلا كتب، ما يروح يبحث عن الفعل كتب بكل كتب اللغة العربية، لا، يذهب إلى الباب الفلاني يجد أن الفعل كتب موجود بهذا الباب. زين، فماذا فعل علماء اللغة؟ وزعوا الأبواب، أو وزعوا الأفعال على 6 أبواب أو 6 أبواب، حتى يذهب القارئ مباشرة أو الدارس مباشرة إلى ذلك الباب فيجد هذا الفعل. طيب، سؤال آخر: على أي أساس وضعوا هذه الأبواب؟ يعني شنو المعيار اللي وزعوا الأبواب ال6 عليه؟ شنو المعيار؟ المعيار يقولون الحركة. أي حركة؟ حركة الحرف الثاني من الفعل. ركزوا وياي، احنا جاي نتكلم عن شنو؟ جاي نتكلم عن الأفعال الثلاثية فقط، الفعل المتكون من 3 أحرف. هذا الفعل المتكون من 3 أحرف، من 3 أحرف، أريد أخليه، كل فعل أريد أخليه بباب معين. زين، يعني مثلا من أقول لك الفعل درس، أنت كنت تعرف وين تخليه من يا باب. على أي أساس؟ على أساس حركة الحرف الثاني من الفعل، حركة الحرف الثاني من الفعل. زين، شلون؟ هسه راح أفصل لك شلون. إذا عندنا 6 أبواب. الباب الأول، شنو مفاتيح الباب الأول؟ انظر إلى حركة الحرف الثاني في الماضي وحركة الحرف الثالث في المضارع. شلون يعني؟ يعني أنا من ألقى فعل معين، وين أروح؟ أروح إلى حركة الحرف الثاني في الماضي، شنو حركته؟ فتحة، ضمة، كسرة. وإلى حركة الحرف الثالث في الفعل المضارع مالته، هو نفسه فعل المضارع نفسه، أروح للحركة الحرف الثالث أشوف شنو حركته. على هذا الأساس أعرف أنه هذا الفعل من الباب الفلاني. شلون؟ شلون؟ خلينا نشوف شلون. الباب الأول مفتاحه فتح وضم. الباب الأول فتح وضم. يعني شنو فتح وضم؟ يعني
الحرف الثاني مفتوح في الماضي والحرف الثالث مضموم في المضارع. فتح ضم. زين. الباب الثاني فتح كسر. يعني شنو فتح كسر؟ يعني الحرف الثاني في الفعل الماضي مفتوح والحرف الثالث في الفعل المضارع مالته مكسور. هذا الباب الثاني، راح ارجع اشرحهن بعدين واحد واحد. الباب الثالث شو اسمه؟ اسمه فتحتان. مفتاحه فتحتان. شنو يعني فتحتان؟ يعني الحرف الثاني في الفعل الماضي مفتوح والحرف الثالث في الفعل المضارع مفتوح، اثنين المفتوحات. هذا في الباب الثالث. نروح إلى مفاتيح الباب الرابع. شنو مفتاح الباب الرابع؟ عفوا، مفتاح الباب الرابع الحرف الثاني في الفعل الماضي مكسور والحرف الثالث في الفعل المضارع مفتوح، اسمه كسر فتح. هذا الباب الرابع اسمه كسر فتح، يعني مكسور في الماضي ومفتوح في المضارع. الباب الخامس الباب الخامس ايش عندنا؟ عندنا اسمه ضمتان. ضمتان يعني شنو ضمتان؟ يعني الحرف الثاني في الفعل الماضي مضموم والحرف الثالث في الفعل المضارع مضموم. الباب السادس والأخير اسمه كسرتان. شنو يعني كسرتان؟ يعني الحرف الثاني في الفعل الماضي مكسور والحرف الثالث في الفعل المضارع أيضا مكسور. إذن حتى نعرف الباب الفلاني يجب أن نحفظ البيت الآتي، البيت الشعري الآتي: فتح ضم فتح كسر فتحتان، كسر فتح ضم كسرتان. هذا البيت الشعري وضعه بعض العلماء لتسهيل المهمة على الدارس. شنو يعني كسر فتح أو فتح ضم؟ فتح ضم يعني الباب الأول، فتح كسر الباب الثاني، فتحتان الباب الثالث، كسر فتح الباب الرابع، وضم الباب الخامس، وكسرتان الباب السادس. إذا نأتي إلى الباب الأول. ايش قلنا؟ شنو اسم الباب الأول؟ منو يقول لي شنو مفتاحه؟ فتح ضم. فتح ضم. الباب الأول فتح ضم، يعني نروح للحرف الثاني بالماضي مفتوح والحرف الثالث في المضارع مضموم. انطيني مثال استاذ. انا اعطيك مثال. المثال هو درس يدرس. درس يدرس. خلي نشوف بالله فتح ضم من هذا ولا لا؟ والله خلي اشوف. درس. روح للحرف الثاني مفتوح لو ما مفتوح؟ ر. اذا مفتوح الراء. عفوا، الراء مفتوح في الماضي، الحرف الثاني وهو الراء مفتوح. نروح للمضارع بالله. يدرس. الياء أول حرف ما لنا علاقة به. الدال ثاني حرف يد ما لنا علاقة به. نروح للثالث يدرو. إذا الراء مضموم وهو الحرف الثالث. إذا هو مفتوح في الماضي مكسور أو مضموم في المضارع. إذا عندنا الباب الأول فتح ضم. نروح إلى الباب الثاني وهو فتح كسر. فتح كسر يعني شنو فتح كسر؟ يعني الحرف الثاني مفتوح في الماضي والحرف الثالث مكسور في المضارع. زين، ناخذ مثال. زين. خصم يخصم. لاحظوا، خاصم يخصم. خلينا نشوف ثاني حرف خاصة. إذا الصاد هو مفتوح في الماضي، الحرف الثاني. يخصم. لاحظتوا
الصاد شبيه مكسور وهو الحرف الثالث. إذن صار عندنا خصم يخصم من الباب الثاني. نروح إلى الباب الثاني. إذن صار عندنا الباب الأول فتح ضم، الباب الثاني فتح كسر، الباب الثالث فتحتان. يعني شنو فتحتان؟ يعني حركة الحرف الثاني في الماضي مفتوحة، وحركة الحرف الثالث في المضارع مفتوحة. مثل ايش؟ لا مو هي. ناخذ هذا الفعل، ناخذ زحف. ايه يزحف. الله، هنا تسكب العبارات. زحف يزحف. زحف يزحف. شلون؟ شوف الحركة الحرف الثاني زاح، الحاء مفتوح في الماضي. بالمضارع يزحف، وهو الياء ما له علاقة به، الزاي ما له علاقة به، الحاء وهو الحرف الثالث أيضا مفتوح. إذن هو مفتوح في الماضي، الحرف الثاني مفتوح في الماضي، والحرف الثالث مفتوح في المضارع. إذن زحف يزحف. زين، خلصنا الباب الثالث، ننتقل إلى الباب الرابع وهو كسر فتح. يعني الحرف الثاني في الماضي مكسور والحرف الثالث في المضارع مفتوح. مثل ايش؟ حزن يحزن. أبعد الله عنا وعنكم الحزن. حزن يحزن. لاحظوا، حازي، الزاي الحرف الثاني مكسور، والحرف الثالث وهو يحزن أيضا الزاي في الفعل المضارع وهو الحرف الثالث مفتوح. حزن يحزن. ننتقل إلى الباب الخامس وهو ضم. يعني الحرف الثاني في الماضي مضموم والحرف الثالث في المضارع مضموم أيضا. شلون؟ انطيني أمثلة بالله يا أستاذ. أقول كرم. لاحظوا، كرم أخذ معده مضارع يكرم. شلون؟ خلي أشوف بالله الحرف الثاني كرو، الراء مضموم في الماضي وهو الحرف الثاني. الباب الخامس إذن ضمتان، إذن هو مضموم في الماضي ومضموم في المضارع. قلنا كرم يكرم، الراء أيضا في المضارع مضموم. نروح إلى الباب السادس حتى ما نطول عليكم، وهو كسرتان. يعني الحرف الثاني في الماضي مكسور والحرف الثالث في المضارع أيضا مكسور. ناخذ بعض الأمثلة. ورث حسب يحسب. زين، حسب يحسب، خلينا نشوف بالله شنو هذا حسب يحسب. مضموع مكسور في الماضي، السين مكسور في الماضي حسب، والسين مكسور في المضارع وهو الحرف الثالث وهو يحسب. لاحظتوا الياء ما لنا علاقة به، الحاء ما لنا علاقة به، نروح للسين وهو الحرف الثالث أيضا مكسور. إذا حسب يحسب، وهذا الباب السادس. ولكن لتوضيح الفكرة هنا حسب بمعنى عد، يعني جاي واحد كاظ أشياء وجاي يعد بيهن 1 2 3 يحسب هنا. زين، يحسب فلوس مثلا، يحسب فلوس مثلا حسب. عندنا لا، عندنا حسب بمعنى ظن، مو ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. حسب يحسب، هنا حسب يحسب بمعنى ظن. هذا من الباب الرابع. خاف يجيكم سؤال، ما هو الفرق بين حسب بمعنى ظن وحسب بمعنى عد؟ هنا حسب بمعنى ظن من الباب الرابع. حسب يحسب، لاحظوا في الماضي مكسور وفي المضارع مفتوح، بينما هنا حسب بمعنى عد مكسور في الماضي وفي المضارع. حسب يحسب. زين، شلون أنا أعرف هذا من الباب الرابع وهذا من الباب السادس؟ الكلام هو اللي راح يوضح، يعني سياق الكلام، الجملة اللي راح ينطيك إياها هي اللي راح توضح أنه هذا
بمعنى عد لو بمعنى ظن. أنت كنت تعرف بعد من الجملة.